هم يسألون هناك بعض المسائل التي انتشر أو عم الخلاف فيها، وهي ليست من المسائل الكبيرة العويصة، مثل مسح الوجه بعد الدعاء، مثل قراءة بعض السور بعد الدفن حوالين القبر، ومثل تلقين الميت، ومثل القنوت في الفجر. يعني هناك فرقة تنكر وتشدد النكير على من يفعل. تنكر وتشدد الاثنين. بعض أحيانا تشدد، يعني على حسب مواهب. لا دي مش مواهب، دي عكس مواهب ايه؟ مسالب. طيب، يسأل الأخ الكريم عن أمور نجيب عنها سريعا. يسأل عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ثبت في حديث نبوي شريف ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا مسح بوجهه بكفيه، وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام وقال إسناده حسن. دولة بان شوتيحا كل جيشوحا حلحا قرقاحا هدي نسات سابي مراق أمي صلى الله عليه وسلم إمام ابن حجر بلوغ المرام جاي نقاحا اسكامي الحاد والدات باي مرو شدوع دعوالجا يوحا حلصي حقش يشكل أحيا تجوات سرعان إذا قامي الله تسأن قامي الله أنا حق عم سمتح. فكيف يحكم بالبدعة على شيء قد أتت به السنة الفعلية؟ بايمرو حداش بالخير دول سنة، بايمرو حداش بالخير دول حديث شيقح حدين ستة دول إذا كل جيش حال حقر بدعة مش تخوص.